السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم طريقة الفراخ البانيه، وهعمل لكم المكرونة القلم بطريقة مختلفة. أول حاجة جبت بصلة هبشرها هبشرها بشر ناعم خالص. طبعا أنا مجهزة نص كيلو من البانيه، من الفراخ المتقطعة شرايح بانيه. كده أنا بشرت البصلة بتاعتي. بعد ما بشرت البصلة هبتدي ان انا اجهز التوابل بتاعتي. اول حاجة هنزل صدور الفراخ بتاعتي البانيه. وبعد كده انا طبعا البصلة انا بشراها، هنزل عليها بمعلقة ونص من الملح، وهنزل بنص معلقة من الفلفل الاسود، وهنزل بالبصل البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، وهنزل بنص معلقة من البابريكا. وهبتدي ان انا ادعكهم كده في بعض. وبعد كده هبتدي، طبعا انا مجهزه الصدور بتاعت الشرايح البانيه، هبتدي ان انا انزل بالخلطه دي كلها على البانيه بتاعي، هنزل بيها وابتدي كده اتبلهم في الشرايح البانيه. ممكن بقى ايه، على حسب يعني حسب وقتي، ممكن ان انا اسيبهم مثلا ساعتين، ممكن ابيتهم ليله كامله. انا بفضل ان انا ابيتهم قبلها بيوم. ليه؟ عشان تكتسب من الطعم وبيبقى طعمها جميل وتستوي معايا كويس جدا. وطبعا التتبيله دي كل ما بتطول في الفراخ كل ما بتكون افضل. وعندنا ربع كوبايه خل، هنزل بربع كوبايه الخل. وطبعا عندي ليمون، طبعا مجهزه الليمون، طبعا انا بخليها طبعا تكتسب كده من الخل بتاعي والتتبيله. وعندي ليمونتين هعصرهم هنزل بيهم. دي طبعا الليمون ده اولا بيساعد على التسويه، والخل برضو بيساعد على التسويه، وفي نفس الوقت بتدي مزازه حلوه قوي للبانيه. بس ما تزودوش، لان الفراخ اللي عندي نص كيلو من البانيه، فهي ليمونتين كفايه، يعني ما نزودش عن ليمونتين. بعد كده هبتدي اقلب فيهم وهسيبهم ليله كامله، بحطهم على رف التلاجة لمده يوم كامل. طبعا واسيبها في الخلطه بتاعتها طبعا لمده يوم كامل. وطبعا هبتدي اجهز المكرونه بتاعتي. هغلي ميه واحط فيها معلقه من الملح. انا هعمل النهارده المكرونه القلم. انا قبل كده عملت لكم اللي هي المكرونه الاسباجيتي، فالنهارده قلت اغير واعمل لكم المكرونه القلم بس بطريقه مختلفه شويه. ابتديت انزل بكيس المكرونه بتاعتي وهبتدي اقلب فيه، واسيبها طبعا على النار لحد ما تتسلق. وطبعا انا هبتدي اعمل التسبيكه بتاعتي، هحط شويه من زيت الذره، وعندي معلقه من الثوم المفروم. هبتدي ان انا اقلب فيه لحد ما لونه كده يصفر شويه. وطبعا انا مجهزه الطماطم بتاعتي، ضربها في الخلاط ومصفياها وجاهزه على النزول في التومه اللي انا حمرتها في الزيت الذره بتاعي. طبعا انا مصفياها كويس طبعا عشان التفل بتاعها طبعا بيضايق وكده وما بيبقاش طبعا كويس، فعشان كده انا بفضل ان انا اصفي. طبعا حتى في الخضار في اي حاجه لازم اصفي الطماطم بتاعتي. نزلت بنص معلقه من الفلفل الاسود، ونزلت بمعلقه من الملح، وهنزل كمان بنص معلقه من السكر. وهبتدي ان انا اغطيها واسيبها تتسبك. طبعا انا بحط السكر عشان حموضه الطماطم. طبعا انا ببتدي ان انا اجهز الخلطه بتاعتي اللي انا هقلي بيها البانيه. بيضتين، وبحط نص كوبايه من اللبن، وعليها هحط طبعا البهارات بتاعتي، وهي عباره عن عباره عن فلفل اسود، عباره عن ملح. دي البهارات اللي انا بحطها على الخلطه دي. نص معلقه من الملح اهي، وهحط نص معلقه من الفلفل الاسود، وهبتدي ان انا اقلب فيهم، هقلبهم كويس جدا. وطبعا في طبق تاني انا مجهزه الدقيق بتاعي، يعني على قد نص كيلو البانيه. عندي شويه من الدقيق. طبعا انا بحط في الدقيق الاول، بعد ما طلعت الفراخ طبعا بقى بشيل منه البصل اللي انا كنت بشراه. ببتدي ان انا بحطه في الدقيق، وبعد كده بحطه في تتبيله البيض واللبن.
وبعد كده هبتدي ان انا احط طبعا عندي البقسماط او الفيجيتار اللي موجود عندك فيجيتار او عندك مثلا بقسماط مطحون، ده او ده ينفع. طبعا ده فيجيتار هبتدي ان انا انزل بيه، وطبعا المفروض ان انا بحطه على الزيت يكون سخن، يعني هنزل بالبانيه بتاعي ده يكون الزيت بتاعي متسخن كويس جدا. طبعا انا ايه يعني بحط عليه الفيجيتار كويس جدا، وابتدي اضغط عليه وابتدي ان انا انفضه كده واجهزه طبعا في طبق عشان يطلع طبعا مقرمش وطعمه جميل. طبعا يكون هو طبعا اكيد اكتسب من التتبيله بتاعتي لان انا مبيتاها ليله كامله. ولو مثلا حد ما عندوش وقت ان هو يتبلها ليله كامله ممكن ساعتين زمن او ساعه زمن على حسب الوقت، بس هي كل ما بتقعد في التتبيله كل ما بيكون افضل. المفروض برضو بعد ما احنا بنتبل كده بحطها شويه في الفريزر، يعني نص ساعه. بعد كده هنزل في الفيجيتار دي كده على الفراخ بتاعتنا. ودي طريقة مختلفة، يعني في ناس بتحب تضرب البصل في الخلاط، بس لا، انا بفضل ان هي تكون مبشورة البصلة ناعم، وابتدي ان انا اتبلها في الفراخ بتاعتي. طبعا اديني بتبلها، بحطها في الفيجيتار، وهبتدي ان انا ايه ارصصها عشان تكون جاهزة للقلي على طول. طبعا احنا دلوقتي الطماطم بتاعتنا ابتدت انها تتسبك، هحط شوية من الزعتر. الزعتر ده من العطور، من الحاجات اللي بتدي ريحة حلوة وطعم جميل في المكرونة، لان دي تعتبر من الحاجات اللي بتتبل بيها، مثلا الزعتر والروزماري والحاجات دي الحاجات العطرية، البهارات اللي هي العطرية. دلوقتي احنا ده بنقدح في الزيت بتاعنا. بعد كده بس لازم يكون الزيت اللي هنزل بيه البانيه يكون سخن. هو سخن دلوقتي، نزلت بيه بقطع شرايح الفراخ بتاعتي، وهبتدي ان انا ايه اسيبها طبعا لحد ما تحمر. هستنى عليها شوية كده اما تحمر، وبعدين ابتدي ان انا اقلب. هبتدي ان انا اقلب فيها، هي لسه برضو عليها شوية. ابتدى لونها هو يغير معايا، وابتدت ان هي تقرمش معايا احلى من المطاعم طبعا. ويا ريت تجربوها في البيت لان فعلا بتبقى طعمها جميل جدا، التتبيله دي خطيره جدا. واديني ببتدي برضو بقلب فيها تاني، طبعا عشان تدي القرمشه بتاعتي والطعم الجميل اللي احنا متعودين عليه. طبعا هي كده بقت جاهزه. هبتدي ان انا انزل بالبقدونس اللي انا مقطعاه غسلاه ومقطعاه، آه، وطعمها جميل جدا، وبألف هنا وشفا. ودي المكرونة بتاعتنا. طبعا بعد الصلصة ما اتسبكت هنزل بيها على المكرونة، وابتدي اديها التقليبة بتاعتها واقلب فيها. وبرضو الصلصة دي برضو بطريقة مختلفة وبطريقة جديدة، المرة دي معمولة بالثوم وطعمها حلو جدا. هنبتدي دلوقتي نزوق فيها واحدة واحدة لحد ما نوصل للشكل الجميل بتاعنا. بزوقها دلوقتي بالبقدونس. وطبعا الشكل ده الشكل النهائي بتاع المكرونة بتاعتنا، واحنا عملنا طبعا البانيه. كنت معكم من مطبخ أكلة حلوة.